مساء الخير أو صباح الخير حسب الوقت اللي بتسمعونا فيه. أهلا وسهلا بكم في تحديث جديد للذهب من الصناعة المصرية وآخر تحديثات أسعار الذهب عالميا. قبل ما نبدأ ندعوكم للاشتراك وتفعيل علامة الجرس وعمل لايك للفيديوهات عشان تتابعوا التحديثات بتاعتنا لحظة نشر. ريت الذهب عالميا دلوقتي مسجل 2919 دولار. دولار الساعة النهارده في مصر مسجل 50 جنيه 62 قرش. الدولار النهارده في البنك مسجل 50 جنيه 65 قرش. الدولار بتاع السوق الموازي النهارده مسجل 51 جنيه و20 قرش. يلا بينا كده نشوف التحديثات بتاعة الذهب النهارده والاخبار الجديده بتاعة الذهب. طبعا مش هنضيع وقتكم وهنحاول طبعا ان الفيديوهات يكون الوقت بتاعها يعني اقصر عشان الناس يبقى عندها وقت اطول ان هي تقدر يعني ايه تستغله في حاجات تانية. الذهب طبعا النهارده عالميا قلنا بيسجل 2919 او 20 دولار. دلوقتي السعر حاليا على الشاشه، مفيش تذبذبات طبعا على السهم. ملخص لحد دلوقتي طبعا هو حاله شراء عاديه. متوسطات الحركه طبعا النهارده شراء قوي مستمر طبعا معانا على مدار شهر 3. ده النهارده في العقود الاجله بيسجل نقطه اعلى شويه على المدى اليومي اللي هو 2928 دولار. اقل نقطه طبعا بيسجلها هي 2883 دولار. دلوقتي السعر طبعا اقرب للايه لاعلى قمه بيسجلها في المدى اليومي. العقود الفوريه طبعا النهارده بيسجل برضو اقرب نقطه لاعلى قمه بيسجلها في العقود الفوريه 2922 دولار. كان ادنى نقطه او القاع السعر النهارده كان 2880 دولار. لكن احنا طبعا دلوقتي شايفين على الشاشه كده السعر هو اقرب للقمه السعريه على المدى اليومي وبعيد جدا عن قاع السعر. طبعا مؤشر التقلب النهارده ارتفع تاني وبقى راح للنقطه بتاعه 28.16. بيسجل 28 نقطه فاصل 16. وده طبعا له اسباب واحنا اتكلمنا قبل كده على الموضوع ده او على النقطه دي. قلنا انه بدايه من اعلان اجراءات الجديده بتاعه الجمارك او التعريفات في الولايات المتحده ابتدي يحصل عندك ارتفاع في المؤشر بتاع الخوف. طبعا احنا بنتكلم احنا لسه في مرحله الاعلان، يعني لسه مفيش حاجه فعليا اتطبقت، انما مع دخول الكلام ده بقى حيز التنفيذ فعليا هتبتدي تشوف تاثير على الاسهم. طبعا مؤشر الخوف او التقلب ده بيعكس زي ما قلنا قبل كده حاله الخوف لدى المستثمر، او بيعكس مثلا الايه حاله عدم اليقين عند المستثمرين. بالتالي لو في مستثمرين مثلا بيفكروا يخشوا لسهم معين، لا هيعيدوا النظر. لو في ناس فعلا اصلا بتستثمر وشاريه اسهم معينه برضو هيعيدوا النظر ويبتدوا يخرجوا من الايه من الاسهم. طبعا الاخبار كلها اللي احنا بنسمعها في المؤشرات يعني بتاعه البورصه الامريكيه. طبعا شفنا امبارح المؤشر اللي هو بتاع داو جونز ده كان بينخفض طبعا، يعني حتى مش في الولايات المتحده بس، يعني لو شفت المؤشرات بتاعه البورصات العالميه كلها هي بتبتدي تسجل انخفاضات. بعض البورصات مثلا كان فيها حصل دروب بحوالي 85 نقطه، في بعض البورصات حصل فيها انخفاض 169 نقطه. بعض البورصات مثلا يعني داو جونز طبعا انخفض ناقص 385 نقطه، ده اللي هو تقريبا انخفاض بنسبه 1%. ومؤشر اي جي اكس 30 ده طبعا انخفض سالب 201 نقطه، يعني انخفض 201 نقطه. الكلام ده طبعا دي البورصات العالميه طبعا كلها والمؤشرات العالميه بتاعت كل البورصات اهي بتقول انه في تاثيرات بتبتدي تحصل. مساهمين بيبتدوا يحجموا او يبتدوا يحافظوا على الاستثمارات بتاعتهم بعيدا عن الاسهم خوفا من الانهيار بتاعها. طيب تعالوا نروح دلوقتي للبيتكوين. البيتكوين دلوقتي لو هتيجي تبص عليه هتلاقيه مسجل 77,000 دولار للوحده، يعني وحده البيتكوين الواحده دلوقتي انخفضت ل 77,000 دولار. دلوقتي بتحاول ترجع تاني للايه مساحه ال 80,000 دولار. احنا طبعا قلنا وجهه نظرنا وراينا في الكلام ده، مش هينفع يبقى فيه في نفس الوقت تعريفات جمركيه في الولايات المتحده وفي نفس الوقت انت عايش في السوق بتاع العملات الرقميه والمشفره. الاثنين مش هيجوا مع بعض. من الاول كده واحنا ابتدينا كنا بنشوف الكيرف ده او المنحنى الهبوطي ده للسهم بتاع البيتكوين، احنا بنقول لك ان هو بينخفض لحد ما هيوصل لنفس النقطه ونفس المساحه اللي هو ابتدى ارتفاعه من عندها، اللي هي مساحه كام؟ اللي هي مساحه ال 69 او ال 70,000 دولار. ده هيبقى معناه ايه بقى على يعني لما تشوفه وصل خلاص ل 70,000 دولار يبقى معناه انه خلاص كده فقد الفرصه اللي اتيحت له خلال الثلاث شهور اللي فاتوا ان هو يبقى في منطقه سعريه كويسه. هل معنى كده خلاص ان الناس بتودع البيتكوين الى الابد؟ انا ما قلتش كده طبعا، انا بقول احتمال بقى يبقى في فرصه تانية في المستقبل تكون احسن للبيتكوين، هتلاقيه برضو بيرجع يرتفع مره تانية. طبعا عشان الناس برضو ما تاخدش ان الكلام ده انا متحيز مثلا ضد البيتكوين ولا حاجه، لا انا ما بقولكش. انا بقول لك طبعا الاستثمار هو حريه، انت حريتك تستثمر في اي اصل انت شايفه مناسب ليك. عايز تستثمر في الاصول الرقميه او الاصول المشفره او في الذهب او في الدولار زي ما هو بصورته او في اي سلعه انت شايفها مناسبه، كل واحد عنده الحريه. انما بس انا بدي لك الصوره الاوضح. لو جيت بصيت طبعا على سوق العملات الرقميه
المشفرة هتلاقيه برضه بيسجل انخفاضات، واللي بيسجل فيه ارتفاعات ما هيش ارتفاعات كبيرة، يعني ارتفاعات طفيفة جدا، يعني زائد مثلا 1% 2%. فهو ده اللي احنا بنقوله، هو التأثير بتاع الإجراءات الاقتصادية حاليا اللي في الولايات المتحدة والسوق بتاع العملات الرقمية والمشفرة. طيب نيجي للذهب بقى. الذهب طبعا عالميا احنا شايفينه دلوقتي بيعمل تراجعات النهارده وبعدين بيطلع تاني لفوق. طب النهارده نزل لحد فين؟ نزل لحد 2880 او 79 او 77 دولار. خلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا، دي المناطق السعريه اللي هو بيحاول ان هو ينزل لها. يعني في فاكر كده لما كنا بنقول ان في بالونه اختبار او تجارب بتحصل اذا كان السعر هيصمد فوق، فانا شايف دلوقتي ان في حاجات بتحصل شبهها كده بس انخفاض سعري. يعني هو دلوقتي بيحاول يشوف اذا كان السعر هينزل هيثبت تحت ولا لا. طبعا العامل الاهم بالنسبه لانخفاض السعر هو البيع، والعامل الاهم لثبات السعر تحت انه ما يبقاش فيه موجات شراء بترفع معاك السعر تاني. طيب يبقى احنا دلوقتي كده، يعني احنا لسه بعيد قوي اصلا عن الاغلاق الاسبوعي، لكن اهو احنا من دلوقتي نبتدي نشوف كده الذهب بيجرب النزول. يبقى اعرف ان في الاغلاق الاسبوعي احتمال كبير جدا تلاقي الذهب عند مناطق منخفضه. طب المناطق اللي هينزل لها فين؟ نفس المناطق اللي هو بيجربها دلوقتي دي، اللي هي 2880 دولار او 2870 دولار. احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان الاسبوع ده طبعا في فرص اهو بتبتدي تبان انه هيحصل عندك انخفاضات. وبرده لو في حد مثلا عايز يخش في جزء بيستعد دلوقتي لانه هيحصل عندك انخفاض ونزول في السهم العالمي للذهب. طيب محليا، طبعا محليا دلوقتي احنا واقفين عند 147776، ده سعر الأوقية عندك في الصاغة دلوقتي. ده يعني برضو السعر الاسترشادي تقريبي، ممكن تلاقي اعلى ممكن تلاقي اقل على حسب بقى الايه المبالغ الاضافيه اللي هي الدمغه والمصنعيه وكل الحاجات التانيه اللي احنا بنقول عليها وضريبه القيمه المضافه وكل الحاجات دي. مع الاغلاق الاسبوعي نتوقع الذهب هيروح فين؟ نتوقع طبعا ان الذهب هيشهد انخفاض، دينا اهو بنقول من دلوقتي. يبقى المؤشرات عندك عالميا بتبان ان هو هيحصل فيه انخفاض، مش انخفاض كبير برضو بس هيبقى انخفاض كويس، يعني تحت منطقه ال 2900 دولار. طيب ده اول خبر كده نترجمه محليا عشان نعرف الذهب الاسبوع ده او الاسبوع اللي جاي هيبقى اغلى ولا ارخص. يبقى ترجمه الكلام ده بيقول طبعا ان هو هيبقى ارخص. طيب بس كده ولا في حاجه تانية؟ في حاجه تانية طبعا. النهارده طبعا بيعلن ان مصر هتبتدي تتسلم الشريحه بتاعه صندوق النقد الدولي، اللي هي طبعا شريحه على جزئين، يعني مقسمه من صندوق الصلابه والاستدامه وشريحه من صندوق النقد الدولي. اجمالي المبلغ تقريبا هيبقى حوالي 2 مليار 500 مليون دولار. يبقى نتوقع كده ان ممكن يحصل عندك برضو انخفاض او بعض التراجع في الدولار بتاع الصاغه او الدولار الرسمي بتاع البنك. فدولار الصاغه اللي محسوب على دولار البنك ممكن تلاقيه بينزل تحت مساحات مثلا 50 50 و50، برضو هيعمل معاك فارق. طيب المنطقه السعريه اللي احنا نتوقعها كده هيبقى فيها على نهايه الاسبوع هتكون فين؟ نتوقع مثلا المنطقه بتاعت 144000 او 143000. طبعا لو شفت السعر ده يبقى سعر مناسب جدا للشراء، حتى لو انت بتخطط يعني ان انت تخش تستثمر بجزء يكون مناسب جدا طبعا عن السعر الحالي على الشاشه اللي هو 147714 او 148000 يعني تقريبا. طبعا احنا مستمرين معاكم في متابعه اخبار الذهب. دلوقتي هنقول لكم الاسعار. سعر اوقيه الذهب عالميا مسجل 2917 دولار. دولار الصاغه النهارده في مصر 50 جنيه و62 قرش. واسعار الذهب النهارده في مصر عيار 24 لو هتشتري 4714، لو هتبيع 4691. عيار 22 لو هتشتري 4321، لو هتبيع 4300. عيار 21 لو هتشتري 4125، لو هتبيع 4105. عيار 18 لو هتشتري 3536، لو هتبيع 3519. عيار 14 لو هتشتري 2750، لو هتبيع 2737. عيار 12 لو هتشتري 2357، لو هتبيع 2346. الأونصة لو هتشتري 147686، ولو هتبيع 146541. الجنيه الدهب لو هتشتري 33000، ولو هتبيع 32840. بكده طبعا نكون خلصنا التحديث بتاع النهارده. اتمنى من كل الناس اللي بتتابعنا انها تشترك، فعل علامه الجرس، تعمل لايك عشان تقدر تتابع تحديثاتنا. شكرا لكل الناس اللي بتتابعنا وبتتفاعل معانا، ونشوفكم في التحديث اللي جاي.